يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهاردة نطلع سمنة طبيعي 100%، بدون كوليسترول وبدون مواد ضارة وبدون مواد حافظة وبدون زيوت نباتية وبدون زيوت نخيل، وحاجة كده طبيعية 100%. معايا هنا قطعة دهنة وعندي كوباية مية. هنجيب حلة بقى وننزل بالدهن بتاعنا بالشكل ده، وهنحط عليها كوباية المية، وهولع عليها النار وهغطيها واسيبها تستوي بالشكل ده كده. خلاص هي كده دخلت في السوا، بس قدامها شوية. هنا خلاص كانت صفت كل الدهون اللي فيها، بس لسه هي تعتبر نص سوا، لسه ما كملناش سواها. هنكمل سواها بقى بكوباية سحرية هتغير طعم الدهن نهائي، وهتشيل لنا طعم الدهن نهائي، مش هيبقى فيه طعم دهن. حطيت هنا كام ورقة لورا، وهحط كمان كام فص قرنفل بالشكل ده، 3 فصوص كده من القرنفل، وشوية فلفل اسود حب، عشان بس نضيع اي زفارة في الدهن ونتخلص من اي ريحة من اللي بتبقى في الدهون. بس دي قطعة نضيفة يعني اصلا، فمش يعني مش هتلاقي فيها ريحة. دي قطعة كده اللي هي بتبقى جنب المنديل، القطعة التخينة اللي بتبقى جنب المنديل. هنيجي بقى هنا هديها تقلبتين واسيبها تغلي غلوة كمان، وهنيجي بقى هنا للمكون اللي هيغير طعمها ويحولها لسمنة طبيعي. هنحط بقى كوباية حليب، لبن، بس بالتدريج بقى واحدة واحدة، لان السمنة بتاعتنا بتغلي عشان ما تفرش على البوتاجاز وتبهدل الدنيا. كل الفوران ده ما يهدى هنزل بشوية لبن لحد ما اخلص كل الكوباية اللي معايا. يبقى احنا حطينا كوباية مية وكوباية لبن وشوية دهنة، وعملنا سمنة طبيعية 100%. خلاص هنا فضينا كل اللبن، هديها بقى تقليبة وهسيبها تستوي مع نفسها لحد اللبن ما يتبخر ويغير طعم الدهنة ويحولها لسمنة. بس طبعا بقى ما تغطيش الحلة زي انا ما عملت، لانها هتفور منك وتبهدل الدنيا. هنا كانت استوت بالمنظر ده، وخلاص بقى كده اتحولت لسمنة طبيعي. السمنة دي بقى بتستخدم في أغراض الطبخ بس يا جماعة، يعني ولا تقلي بقى بيها بيض ولا معجنات ولا حلويات ولا الهري الكتير اللي بنسمع عنه ده، بالله عليكم. مش كل حاجة هنسمعها تقولك تعالي أنا حطيت الدهن على الكرواسون، حطيت الدهن على الفطير، حطيت الدهن على مش عارف ايه. لا حرام، للمصداقية وللأمانة، دي بس لأغراض الطبخ مش أكتر من كده. هنا بقى دي كانت القشور، خلاص هنتخلص منها، ملهاش أي لازمة. أنا كنت صفيت السمنة في حلة تانية عشان تسهل عليا كده ان هي ايه، ان انا اعرف اشيل الشوائب اللي فيها. هنصفي بقى، بصوا الجمال، سمنة طبيعية 100%، حاجة كده اللهم بارك، بألف هنا وشفا. هتعملي طشة ملوخية، هتعملي طشة قلقاس، هتعملي صينية بطاطس، هتعملي صينية كوسة، اي اغراض طبخ عندك هتستخدمي فيها السمنة دي. بلا زيوت نباتية، بلا زيوت مهدرجة، بلا سمنة مهدرجة، بلا وجع قلب. لو وصلنا لحد هنا من الفيديو، ياريت لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا بقى الكمية اللهم بارك، على قد قطعة الدهن اللي كانت عندي. انت طبعا بقى تجيبي على قد ما انت عايزة، هاتي كيلو، هاتي نص، هاتي اللي انت عايزاه. كوباية مية وكوباية حليب هتحوليها لسمنة طبيعية،